السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايه رأيكم بقى في القمر اللي قصادكم ده؟ والله يا بنات شوية قرنبيط بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا، هي كانت قرنبيطة صغيرة جدا بس ما شاء الله رمت كتير، وعملناها بطريقتين يا بنات، طريقتين أحلى من بعض. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. بصوا القرنبيطة زي ما قلت لكم كانت صغيرة بس رمت معايا جامد يا بنات والله. ليه بقى؟ لازم القرنبيط عشان تجيبيها وتبقى كويسه معاكي لازم تجيبيها بيضه يا بنات، وتبقى القرنبيط كاسي على بعضه. بصوا بتبقى القرنبيطه لازقه كده، لازقه في قلب اختها كده، وبتبقى الفستان الاخضر بتاعها ده بيبقى اخضر مصحصح كده. بنعمل ايه؟ بنجيب، بصوا بنسلك بالراحه كده من عند الراس، بنقوم قاطعينها من النص، هتلقي الوردات كلها تتفك بسهوله. امي الله يرحمها كانت بتحب تجيب العرق اللي هو بيبقى في كل قرنبيطه كده، بتقوم مقشراه. بتقولي بيبقى حلو يا بنات لما تيجي حتى تتسلق، بتقومي ماسكاه منه كده، ولما تيجي تتبل بتبقى حلوه في القرنبيط. والله عملنا شويه قرنبيط ولا كنتاكي. بصوا احنا بنفصصها كده وبنقسم الوردات على حسب ما تحبي. ممكن تعمليها وردة كبيرة، ممكن وسط، على حسب ما تحبي. انا كنت عاملة كل وردية كنت بقسمها 2 يا بنات، واحيانا كنت بقسمها 3، على حسب ما تشوفيها قصادك تبقى كده صغيرة كده، بتبقى حلوة قوي في التتبيلة. بعد كده بنعمل ايه؟ بنجيبها يا بنات ونجيب طبق ونحط فيه مية ونشطفها، نشطفها كويس خالص. وبعد كده بنجيب مية نحطها على النار. الميه دي يا بنات بنحط فيها ايه؟ بصوا بنجيب ميه على النار بنحط فيها شويه كمون، لازم الكمون يا بنات، شويه ملح وكمون، عشان الكمون ده عشان الانتفاخات يا بنات، لان انت عارفين اي بقولات، اي حاجه زي الكرنب زي القرنبيط البروكلي كل ده بيعمل انتفاخات للقولون، فلازم الكمون يا بنات. بنعمل ايه؟ بتقعد 5 دقايق على النار مش اكتر، وهننشلها يا بنات. بصوا اتسلقت وبقت كويسة 5 دقايق مش اكتر يا بنات قلنا. وهننشلها ونحطها تحت مية ساقعة يا بنات، وهنصفيها في المصفى. تعالوا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الخضرة نخرطها. بصوا يا بنات الخضرة بتبقى عبارة عن حزمة مشكلة، بقدونس على كزبرة على شبت، خرطناها. هنجيب بولة بقى هنحط فيها 3 بيضات يا بنات او بيضتين اللي يريحك. انا عشان كان عندي بيض 3 بيضات صغير بلدي فحطيت 3. معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، معلقه كزبره، هو بس دي بهاراته مش اكتر. شويه ملح، نص كوبايه دقيق يا بنات، وربع كوبايه نشا. هنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض. هنعمل ايه؟ هنجيب الخضره، هنحط الخضره عليها وهنقلب. انا كده كنت بحط الخضره والملح، وهنجيب الميه. بصوا يا بنات الميه على حسب الدقيق لما ياخد معاكي، يعني خد نص كوبايه ميه، تلت كوبايه ميه. العجينه بتبقى ايه؟ عشان تبقي تعرفي، العجينه بتبقى زي عجينه البانكيك كده يا بنات، لا هي خفيفه ولا هي تقيله، بتبقى مظبوط. واللي انا حطيتها دي بودره زعفران، دي حسب رغبتك انت. انا بصوا بقى الشكل بقى جميل ازاي. هنجيب ايه؟ هنجيب صينيه هنحط فيها، صينيه خليكي في الصينيه نحط فيها دقيق، وهنبهرها يا بنات بنفس البهارات، فلفل وكمون ومعلقه كزبره وبرده شويه زعفران، دي اختياري. بصوا هنحط بقى زهرات القرنبيط في الخلطه السايله، وبعد كده في الدقيق، في الخلطه السايله وبعد كده في الدقيق. بصوا هنخلص الزهرات كده، نخلص لحد الطاسه ما تتملي، يعني اول باول يا بنات. هنحط زهرات القرنبيط في الخلطه السايله، وبعد كده في الدقيق، وبعد كده على الزيت على طول. الحركه دي بنعملها ساعه ما بنقلي بالظبط، انا بس بوريكم انا عملت كذا واحده عشان احطها في الزيت. تمام كده، خلصنا كده. بتاخد على النار اول بس ما تحمر، النار بتبقى وسط يا بنات، تحمر هنقلبها، بتبقى كنتاكي يا بنات، بتبقى مقرمشه، طعم جميل ما شاء الله تبارك الله. جربوها ان شاء الله بالشكل وبالطريقه دي هتعجبكم. خلصنا كده اول حاجه، هنركنها بقى. تعالوا هنعمل ايه؟ هنجيب حله عشان احنا قلنا هنعملها بطريقتين، هنحط فيها بصلايه. بصوا احنا ما بنخليش البصلايه تتقلب، يعني يا دوبك تاخد تقليبتين كده في الزيت، نقوله تدبل شويه. وهنجيب جزرايه، هنجيب شويه خضره من اللي احنا خرطناهم وهنحطهم عليها، وهنجيب جزرايه، وهنجيب قرن فلفل حراق دي حسب الرغبه، وطماطميتين بالعدد مبشورين. هنقلب كل الكلام الجميل ده ونسيبه على النار 5 دقايق. وعن هنا قطعنا القرنبيط. بصوا يا بنات انا بقطعه تقطيع عشوائيه بس بتبقى صغيره، وما بحبش اهرسه يا بنات عشان بحب طعم القرنبيط يبقى موجود فيه. هنا جبنا القرنبيط، وهنجيب بقى بوله، هنحط ايه في، بصوا هنجيب بوله نحط ايه في البوله، هنحط فيها بيضتين برضو حسب الرغبه، بيضتين او 3، ممكن تعملي بيضتين.
وهتحطي عليهم معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، معلقه خل، معلقه كزبره ناشفه، معلقه كزبره ناشفه يا بنات. هنحط نص كوبايه دقيق يا بنات، وربع كوبايه نشا، وهنقلب كل الكلام ده يا بنات مع بعض. وهنحط الخلطة اللي احنا عملناها اللي هي البصل والخضرة والجزر والطماطميتين. كان عندي فنجان لبن حطيته، زودت مية، حطيت القرنبيط اللي احنا مقطعينه عشوائي ومقطعينه حتت صغيرة، حابة تهرسيه براحتك بس صدقوني لما تقطعي حتت صغيرة كده بيدي طعم اكتر. قلبنا العجينة وظبطنا ملحنا، هتشوفوا قوامها بالظبط. بصوا قوامها عامل ازاي. جبت صينية دهنتها زيت وسويت الخلطة الجميلة دي. بصوا الشكل يا بنات، بصوا الشكل، تحسوا انه مش قرنبيط خالص. وبعد السوا اخدت تلت ساعة فرن اوسط نار متوسطة. وبصوا يا بنات تلت ساعة بالظبط طلعت ما شاء الله، طلعت كيكة، طلعت جلاش، فطيرة، حاجة كده. ومن حتة قرنبيطة صغيرة عملنا الوليمة العظيمة. رضينا برضو جميع الأطراف، اللي مش حابب بزيت عشان تعبان، اللي حابب مقلي. احنا راضينا جميع الأطراف ما شاء الله تبارك الله. شوية قرنبيط بألف هنا وشفا يا بنات لو جربتوها بالطريقة بتاعتي. استودعكم الله، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.